بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري العام إن شاء الله بكرة الأربع 11/2 الساعة 5 مساء على استاد برج العرب. هنتكلم عن تفاصيل المباراة وعن طريقة لعب الإسماعيلي وأرقامه وترتيبه، وهنتكلم عن تشكيل الأهلي المتوقع في المباراة وطريقة اللعب اللي المفروض الأهلي يلعبها في المباراة دي. بس الأول هناخد كام خبر سريع كده. أول حاجة عارض بلال عطية لنادي رايسنج الأسباني سنة ونص، ودي تاني إعارة من الأهلي للدوري الأسباني بعد حمزة عبد الكريم لبرشلونة الأسباني. تمام. تحصيل قسط 2.5 مليون دولار من صفقة وسام أبو علي من كولومبوس كرو الأمريكي. تمام. حسام وإبراهيم قدموا شكوى في إسلام صادق بسبب ان اسلام صادق قال ان هم تواصلوا مع امام عاشور وقالوا له ان هو يلتزم مع النادي الاهلي عشان يضموه لقائمه كاس العالم، وانه لو ما التزمش هيستبعد وكلام زي كده. ده الكلام اللي قاله اسلام صادق. فهم طبعا حسام ابراهيم قال لك الكلام ده ما حصلش، ويقدموا شكوى للمجلس الاعلى للاعلام في اسلام صادق. تمام. عودة زيزو ان شاء الله ممكن يرجع في مباراة الجونة 19/2. تمام. وعودة تريزيجيه ان شاء الله ممكن في مباراة سموحة 23/2. ده يعني العودة المتوقعة لزيزو 19/2 وتريزيجيه 23/2. يعني انت بتتكلم في زيزو حوالي 9 ايام او حاجة زي كده، وتريزيجيه بتتكلم في 13 يوم تقريبا. فان شاء الله ربنا يكمل شفاهم على خير ويرجعوا بألف سلامة. تمام. طيب هنتكلم عن كام نقطة كده برضو قبل ما ندخل على مباراة الإسماعيلي. وزارة الشباب والرياضة خلفا لأشرف صبحي، جوهر نبيل ده كان لاعب كرة يد في النادي الأهلي، وطبعا كان عضو في مجلس إدارة النادي الأهلي برضو جوهر نبيل، وارتقى في كام عمل إداري كده وزير للشباب والرياضة خلفا لأشرف صبحي. تمام. في كذبة كبيرة حاصلة حوالين نقطة الانتماء واللعيبة وتضخيم فكرة ان اللاعب ده قوي جدا ومش عارف ايه وكلام زي كده، بمناسبة طبعا اللي حاصل في القصة بتاعة امام عاشور الايام دي. بص يا سيدي، لعيبة الكورة حاليا في الوقت الحالي معظمهم يعني زي ما تقول كده عيال بتاعت مصلحتها. يعني ده بالبلدي كده بالمعنى الدارج، عيال بتاعت مصلحتها وملهاش اي علاقة بفكرة انتماء وولاء وكلام زي كده. دي اسامي ملهاش علاقة بلعيبة الكورة. لعيبة الكورة في الوقت الحالي ده كل واحد منهم بيدور على مصلحته. مفيش واحد فيهم بيفكر في مصلحة النادي اللي هو بيلعب فيه. هو غرضه الأول وهدفه الأساسي مصلحته هو الشخصية. آخر حد ممكن تقول إن هو عنده انتماء للنادي أو كذا كان آخر واحد وليد سليمان، من الجيل اللي باقي من الجيل بتاع أبو تريكة والناس اللي هي دي. لكن من ساعتها ما بتلاقي إن كل اللعيبة نفس الفكرة. الاي كيو هو واحد، كل واحد فيهم بيدور على مصلحته هو الشخصية. انا هضرب لك مثال ممكن انت تستغرب، وفي ناس مش هتفهم وجهة نظري دي، يعني ممكن تستغرب من وجهة النظر دي. علي معلول مثلا. علي معلول الناس كلها، شوف انت لو كلمت اي حد من جمهور النادي الاهلي هيقول لك علي معلول ده ايه؟ علي معلول ده أيقونة وأسطورة، وعلي معلول ده بص ما فيش يعني حاجة كبيرة جدا عند جمهور النادي الأهلي. علي معلول هو لاعب كويس جيد جدا، أخلص واجتهد وأدى، لكن هو كان بياخد فلوس في عز أزمة الدولار اللي هي كانت خانقة جدا، وكان الأندية الموضوع صعب عليها جدا. كان بيقبض بالدولار، ما كانش بياخد ورق كوتشينة يعني، فكان بياخد فلوس ومش أي أرقام. علي معلول كان بيقبض 1.5 مليون او 1.4 مليون اعتقد. طيب الاهلي عرض عليه في اواخر 2023 لغاية شهر 5 2024. في الفترة دي انت بتتكلم في حوالي 6 شهور كان بيتفاوض مع علي معلول على تجديد العقد سنتين. تمام. ب1.5 مليون. علي معلول كان رافض وكان مصمم ان هو ياخد 2 مليون دولار، وكان بيتكلم ان هو عنده عروض من الخليج.
في الوقت ده. يعني انت بص كده ركز في الفكره نفسها. انا في ازمه في الدولار والدنيا خربانه، وانا بقول لك خليك معانا ايه على مليون ونص، انت تقول لي لا انا هاخد 2 مليون، انا عندي عروض في الخليج، يا ياخد 2 مليون دولار يا بلاش. ده علي معلول. يعني مواضيع الفلوس مفيش اسطوره، مفيش حب النادي، مفيش الكلام اللي انت بتحكي فيه ده خالص. اهو مثال حي. وارجع شوف الكلام دوت، لو انت مش مصدقني ارجع كده للارشيف والحاجات اللي اتنشرت وقتها وانت تعرف انا بقول لك ايه. رفض علي معلول المليون ونص، والاهلي كان خلاص موافق على موضوع ال 2 مليون دولار وكلام زي كده، ان خلاص الموضوع زنق، وهو صمم انه ياخد المبلغ ده. وبعد كده برضه ما جددش للنادي الاهلي، في المقابل ان هو ايه، جاي له عروض من الخليج، من قطر تحديدا. هوب في تقريبا يوم 18/5 في 2024 علي معلول اتصاب بقطع جزئي في وتر اكيلس. تمام، اصابه. فالعروض بتاعت الخليج ايه؟ بح. مفيش عروض فين؟ في الخليج. دلوقتي هو اتصاب وكان عقده يخلص في شهر 6. علي معلول وقتها كان عقده يخلص في شهر 6، يعني بعد الإصابة ديت بأيام. يعني انت بتتكلم من 18/5 لآخر 5، انت بتتكلم في 12 13 يوم عقد علي معلول كان يخلص مع النادي الأهلي وكان يبقى فري. فاهم ازاي؟ ويمضي لأي نادي. اتصاب في وتر أكيلس، وطبعا ايه، مفيش نادي راح. كان هيمشي فري، يعني انت متخيل هو كان هيمشي فري في شهر 6 لان عقده كان يخلص في شهر 6 24. فالاهلي جدد له سنه علشان الاصابه. شفت النادي بيعمل ايه؟ جدد له سنه علشان ايه؟ الاصابه. مع ان هو كان بيملي شروطه وما كانش راضي يجدد للنادي الاهلي بشروط الاهلي، وكان عايز يجدد بشروطه هو. تمام. فالاهلي جدد له سنه تخلص في كام؟ في شهر 6 2025، اللي هي شهر 6 اللي فات. فجدد له سنة علشان الإصابة اللي هو إيه؟ اتصابها. فلما الأهلي جدد له سنة، طبعا جه بعد كده الأهلي طلب منه إن هو يكمل عشان كأس العالم للأندية وكلام زي كده، هو رفض ولم دنيته ولم حاجته وإيه؟ ومشي. رفض ان هو يكمل مع النادي الاهلي حتى عشان يبقى ختم مشواره مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. رفض وما كملش مع النادي الاهلي ومشي. ادي قصه علي معلول اللي انت الناس بتعتبر ان هو ايه، اسطوره. فانا مش عايزك ان انت ايه، تحط حاجات كده. دي في الاول والاخر كل واحد بيدور على مصلحته. فيا صديقي العزيز، خليك تبقى عارف ان كل اللعيبه بيدوروا على مصالحهم، سيادتك يعني. وزي ما قلت لك اخر واحد كان من الناس اللي ماشيه في سكه الاحترام والانتماء والكلام من ده، كان بيمضي على بياض، كان وليد سليمان. فاهم ازاي؟ فانت اللي بتزعل بس، وبتزعل منك صحابك وغيرهم علشان مليونيرات. تمام. ما بيفرقش معاهم حاجه غير مصلحتهم الشخصيه بس. تمام. ما تشتمش حد، ما تغلطش في حد، ما تشيلش ذنوب على الفاضي. فاهم ازاي؟ على ناس طماعه يعني، وبيدوروا على مصالحهم فقط لا غير يعني. فانسى فكره موضوع انتماء وولاء والحاجات دي، فكك من الكلام الفاضي ده. تمام. فهي لعيبه الكوره كلها كده، مفيش حاجه اسمها اساطير. والاساطير بقى الناس اللي هي اللي ممكن تتكلم عنها اساطير، دي الناس اللي هي لها قيمه فعلا، فادت البشريه في حاجه، الناس اللي لها لازمه. لكن لعيب الكوره واحد بيعمل حاجه تافهه يعني، مش حاجه زي ما انت متخيل حاجه كبيره. تمام. عايزك تبقى ايه، حاطط كل حاجه في مكانها يعني، مفيش اساطير في الكوره. ماشي. طيب نرجع بقى لمباراة الأهلي والإسماعيلي اللي هي إن شاء الله بكرة الأربع 11/2 الساعة 5 مساء على استاد برج العرب. يكفي يا صديقي إن أنا أقول لك المدير الفني للنادي الإسماعيلي هو الكابتن طارق العشري. كده طبعا الرسالة وصلت، كده أنت عرفت الدنيا رايحة فين. كابتن طارق العشري المدير الفني للنادي الإسماعيلي، معاهم هم من 25/1 اللي فات ده. تمام. بص يا سيدي، الاسماعيلي ترتيبه للاسف الاخير، ترتيبه ال21 في الدوري العام. تمام. الاهلي الرابع ب 27 نقطة ومن 14 مباراة. الاسماعيلي الاخير ب 10 نقط من 15 مباراة. الاسماعيلي في ال 15 مباراة اللي لعبهم سجل 8 اهداف. تمام. واستقبل 19 هدف. انت متخيل رقم يعني مرعب. فدفاع الاسماعيلي مش احسن حاجه. تمام.
استحواذه 46%، الاسماعيلي استحواذه 46%، دقة التمريرات 68%، 213 تمريرة، وده رقم يعني ضعيف جدا. ودقة التمريرات يعني ضعيفة جدا. 68% ده انت عارف، انت المستوى الجيد للتمريرات مثلا من فوق ال 80، ده اللي هو المستوى الجيد للتمريرات. فانت بتتكلم في 68% دقة تمريرات، يعني مس باص رهيب. تمام. ارقام طبعا صادمة للاسماعيلي. في اخر 10 مواجهات بين الاهلي والاسماعيلي، مواجهات مباشرة، 7 فوز للاهلي و3 تعادل. يعني اخر حتى تعادل، مش هقول لك هزيمة ان الاسماعيلي كسب الاهلي، اخر تعادل للاسماعيلي مع الاهلي كان في 2021، من 5 سنين. يعني انت متخيل الاسماعيلي بقاله 5 سنين بيخسر من الاهلي. تمام. طيب، دفاع الاسماعيلي ضعيف زي ما انا قلت لك، اللي يمشي معاه اختراقات. تمام. وضغط عالي، يعني هيمشي معاه، لان الدفاع الاسماعيلي للاسف هو هيبقى متمركز زي ما قلت لك. طارق العشري المدير الفني، فانت خلاص عرفت كده طريقه اللعب هتبقى ايه، اللي هي يخطف ويجري مثلا، يقعد يرصصهم ورا دفاع ويلعب على المرتدات. طيب، تشكيل الاهلي المتوقع للمباراه، انا بقول لك التشكيل المتوقع مش اللي انا عايزه. تمام. انا عايز حاجات تانية خالص، بس هو طبعا المتوقع، انت عارف تورب بيعمل ما فينا ايه. الشناوي طبعا هيلعبه، انا متوقع ان هو هيلعبه وهيركن مصطفى شوبير عشان سياسة التدوير، مع ان الاول هو كان راكن مصطفى شوبير وبيلعب الشناوي. فكمل بقى مصطفى شوبير، لا ما كملش مصطفى شوبير ويعمل تدوير بقى. مش عارف الناس دي بتفكر ازاي، ما علينا. الشناوي عشان التدوير زي ما قلنا. تمام. محمد هاني باك يمين، ياسين مرعي وبيكهام، ولو اني كنت شايف ان المفروض يدي لعمرو الجزار. تمام. ويدي برضه هادي رياض، لكن ما علينا. تمام. كريم فؤاد هيلعبوا باك شمال، وانا كنت اتمنى ان هو يلعب يوسف بالعمري. مش عارف هيلعبه امتى، بس اتوقع ان هو هيلعب كريم فؤاد. ديانج في نص الملعب، واعتقد ان هو هيريح مروان عطية، فهيلعب بكوكا جنب ديانج في نص الملعب، ده توقعي يعني. بين رمضان 8 عشان نعاني زي ما احنا بنعاني كده مع كوكا ومع كذا، هيلعب لنا بين رمضان برضو. طاهر هيلعبوا جناح يمين، وهيلعب بن شرقي اخيرا. اتوقع انه هيلعبوا جناح شمال. لو ما لعبوش جناح شمال يبقى تروب دوت بقى بصراحة، يعني مش عايز اتكلم عشان بس ما ايه. فهو المفروض ان في ماتش زي ده يلعب بن شرقي جناح شمال اللي هو مكانه الاساسي يعني، ويلعب بيه مروان عثمان راس حربة. انا يعني كنت اتمنى ان هو في ماتش زي دوت نشوف عمرو الجزار، او اتمنى انه يعمل كده يعني. ولو اني اتوقع انه لا، عمرو الجزار نشوفه، نشوف هادي رياض، نشوف يوسف بالعمري. يعني الناس دي اللي هي ما خدتش يعني. فانت المفروض هتدي الناس دي امتى؟ الناس دي لسه ما لمستهاش اصلا. فانت المفروض الطبيعي ان انت جايب صفقات، فحتى دخلهم حبه حبه كده مع الناس عشان يشتغلوا. لكن هي عقليات بقى ووجهات نظر فنيه، مش عارف، ما علينا يعني. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباراة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.